اهلا بيكم فيديو جديد. ازاي تشتغل يو جي سي وتكسب من 50 ل 200 دولار شهريا. لو انت طالب، لو انت طالبه، او انت واحده او بنت ومش عايزه تطلعي في فيديوهات او كده، او تشتغلي من البيت، الفيديو ده ليكي. لو انت بتدور على شغل، او انت بتدرس، او انت عايز حاجه جنب شغلك، او اصلا بتدور على شغل وحاجه تدخلك فلوس، فاليو جي سي. يعني ايه بقى يو جي سي؟ يو جي سي باختصار شديد هو يوزر جنريتد كونتنت، المحتوى المنشأ من قبل المستخدمين. يعني ايه الكلام ده كله؟ اتفرج على الفيديو ده. من المصنع لإيدك على طول هيكون معاك شنطة المشاوير من شركة فاشون بيراميد. أفضل شنطة قيمة مقابل سعر هتشوفها في حياتك. شنطة هتنفعك في أكتر من استخدام ممكن. زي ما انت شفت كده، هو ده اليو جي سي. اي حاجة تكون انت شاريها، اي حاجة تكوني انت شاريها للبشرة، معرفش ايه، برفيوم، اي حاجة، اي حاجة موجودة عندك بتصور لها يو جي سي وبتاخد عليها فلوس. طب هي عندي هاخد منها فلوس ازاي؟ الموضوع هيبدأ من الحاجات اللي عندك في البيت. بمعنى اي حاجة موجودة عندك، مثلا لسه جايب شنطة جديد، تيشيرت جديد، لسه جايب برفيوم، لسه جايب حاجة للشعر، اي ساعة، اي حاجة موجودة عندك هتصور لها فيديو يو سي، وده هيكون معرض اعمالنا، ده هيكون البورتفوليو بتاعنا. طب ازاي تصور؟ مجرد بس تمسك موبايلك كده وتصور وخلاص؟ طب لا، اكيد لا. هفهمك وهقول لك تعمل ايه وانت بتصور. طبعا احنا فيديوهات، ده اول فيديو في السلسله. الفيديو ده هفهمك الدنيا هتمشي ازاي معانا، وان شاء الله انا هبدا معاك من الصفر. انا بقول لك، مش هقول لك اشتغلت الموضوع، ولكن دخلت وشفت وفهمت الدنيا ماشيه ازاي، وبناء عليه هنمشي مع بعضينا. يعني انا نفس اللي انا هعمله انت هتعمله، ولكن الفرق بقى إيه اللي هيميز؟ اللمسه. كل واحد هيكون له لمسه في الموضوع، وده اللي هيخليه له اول شغل، او اول شغلانه تيجي له. ازاي؟ لان انت بعد ما تعمل البورتفوليو وتجهز الحاجات بتاعتك وتبقى كل حاجه تمام، هتبدا تبعت للشركات بتاعت المنتجات ديت. فبدل ما انت كنت بتصور حاجه موجوده عندك في البيت، إيه اللي هيحصل؟ هتلاقي الشركه بعتلك الاوردر تفتحه وتقول للناس تجربتك ليه كلام مية مية وحاجة فل. يعني في شركات ممكن تديك المنتج وتديك فلوس عليها، في شركات تانية تديك منتج من غير فلوس، في شركات تانية تقول لك لا، رجع المنتج وخد فلوس، في شركات بتديك الاتنين مفيش مشكلة. ومع الوقت انت هتبدأ تحط اسعارك القوية، تبدأ تحط شروطك، كل حاجة جاية، ولكن مع الصبر. في الأول إحنا بنبدأ من الصفر، فطبيعي إحنا هنكون أقل من الطبيعي. طب هتعمل إيه أو إيه المطلوب منك عشان تبدأ يو جي سي؟ صليت على النبي واشترك معايا في القناة وفعلت جرس التنبيهات وشير الفيديو ده مع أصحابك. كل أصحابك بالله عليك يا أخي شير لهم الفيديو ده. ليه؟ لأن الفيديو ده هيكون بداية سلسلة فيديوهات في محتوى اليو جي سي دوت، وهنطبق مع بعض وهنعمل كل حاجة، كل تفصيلة قد كده هنعملها مع بعض هنا. فشير على قد ما تقدر مع صحابك، مع صحباتك، مع أي حد. خلينا خلي الفيديو ده يوصل لاكبر عدد ممكن، وفي نفس الوقت برضو احنا بنكبر. يعني تعالى نروح نشوف ازاي هنبدا في اليو جي سي وايه المطلوب مننا. اول حاجه مطلوبه هي موبايل. موبايل يكون كاميرته الى حد ما واضحه، مش لازم تكون احترافيه، مش لازم يكون معاك معدات تصوير، كاميرات، مش لازم انت لسه بتبدا. ما انصحكش ان انت تشتري اي حاجه. ابدا باللي معاك، سواء في الموبايل سواء في المنتجات اللي انت هتصورها. ابدأ باللي موجود عندك في البيت. أي حاجة موجودة عندك، هي في السماعة ديت أو البتاع دوت، ممكن تعمل له يو جي سي عادي. أي حاجة موجودة عندك اعمل لها يو جي سي وادي اللمسة بتاعتك. طب يبقى أول حاجة احنا محتاجينها كاميرا موبايل تكون واضحة. محتاجين منك إن أنت تطلع في الكاميرا؟ لا. محتاجين منك إن أنت يكون عندك عدد مستخدمين كبير على السوشيال ميديا، فيسبوك، تيك توك، انستجرام، الكلام ده كله؟ لا، مش مطلوب منك غير بس اول حاجه زي ما قلت لك هي الموبايل. تاني حاجه ان انت تبدا تصور المنتجات اللي موجوده عندك في البيت. هتصورها ازاي؟ مجرد امسك موبايل كده والله يا جماعه انا جبت سماعه والسماعه دي مميزاتها ما اعرفش واحد واثنين وثلاثه؟ لا، لا اكيد لا. لازم يكون في لمسه في النص، لازم يكون في شكل حلو على الاقل في الموضوع. ازاي هتعمل الشكل الحلو ده؟ هقول لك وهفهمك في الفيديوهات اللي جايه، مش في الفيديو ده، ولكن في الفيديو ده هكمل لك بس ايه اللي احنا محتاجينه او هنمشي عليه، الخطه اللي هنمشي عليها. موبايل، تاني حاجة منتجات بتاعتنا، تالت حاجة نبدأ إن احنا نعمل البورتفوليو بتاعنا. البورتفوليو ده هو معرض الأعمال اللي الشركات لما تدخل تشوف الشغل بتاعنا تلاقي الحاجات اللي موجودة اللي احنا صورناها. فالبورتفوليو ده هنصور
فيديوهات في البدايه من 3 ل5 فيديوهات، وكل ما الموضوع زاد كل ما كان احسن يعني، ولكن مش مجرد فيديوهات يعني. حاول ان انت تبدع فيها. طب هتبدع ازاي؟ لان انت اصلا مش عارف تصور ازاي. انا هقول لك ما تستعجلش، الصبر جميل. البورتفوليو ده عشان يكون قوي محتاجين منك 5 انواع من الفيديوهات. اول نوع فيهم هو الريفيو، تاني نوع الانبوكسنج او ان انت تفتح المنتج قدام الناس، يعني الناس بتحب الحاجات دي برضو. تالت نوع لايف ستايل او الفلوج، الناس بتحب الحاجات دي برضو. رابع نوع هو ازاي ان انت تستخدم الحاجه دي. كل نوع من الاربعه اللي انا قلتهم لك دول مختلفين عن بعض. الريفيو ان انت بتجيب منتج حلو. احنا النهارده اشترينا منتج للريموت ده مثلا. الريموت ده فيه الوان مثلا اخضر واحمر وازرق ومش عارف ايه، واللي يميز الريموت دوت انه الحجر بتاعه ما اعرفش كده. ده الريفيو، انت بتعمل ريفيو. اما الانبوكسنج بتكون حاجه مفيش حاجه جنب مني، ولكن بتكون حاجه مقفوله وانت بتبدا ان انت تفتحها وتوري الناس المنتجات اللي فيها. وفي نفس الوقت مهم جدا في اي حاجه من اللي انا قلتها دي ان انت تتكلم او ان انت تعمل سكريبت من الاخر كده. السكريبت هو ببساطه شديده الفكره اللي انت هتصور بيها، الشوتات اللي انت هتاخدها للمنتج، وكذلك التعليق الصوتي اللي انت هتعمله على الفيديو. مش مجرد ان انت تصور منتج وانت ساكت كده، لا لا خالص. لو عملت كده انت بره الموضوع نهائي، حتى لو بكواليتي عاليه، لان انا شفت ناس كتيره بتعمل كده. فدي انواع الفيديوهات اللي هنعملها ان شاء الله مع بعض. شوف لسه في الفيديوهات الجايه هنعملها مع بعض في البورتفوليو، وهقول لك ازاي بقى نعمل البورتفوليو دوت ونضيف فيه الفيديوهات ديت، وهقول لك الحاجات دي كلها طبعا. وبعد كده طبعا نبدا ان احنا ازاي نجيب اول شغلنا. دي مهم جدا. بعد ما عملت البورتفوليو وخلصت دنيتك هتلاقي نفسك عايز بقى ايه؟ عايز الناس تبعت لك. الصبر. احنا اللي هنبعت في الاول للشركات، وهقول لك ازاي هنبعت للشركات. وبعد كده برضو يعني قبل ما نبعت هقول لك ازاي تحدد سعرك بناء على ايه. تكتب السعر بتاعك. يعني انا شفت ناس كتير جدا وكلهم ما بيقولوش اسعار، بيقول لك كل واحد على حسب اللي هو بيعمله. ما ينفعش. هو خايف يقول لك السعر بتاعه لانه ممكن ربما يعني الحاجات دي ما ناس كتيره ما بتحبش تقولها، يعني تقول لك انا باخد كام او ما اعرفش ايه او كده. فانا هقول لك انت في البدايه تحط سعر قد ايه وليه احنا هنحط الاسعار دي. مش هقول لك بس تحط سعر كده وخلاص، لا انا هقول لك ليه احنا هنحط الاسعار ديت. وان شاء الله مكملين في اليو جي سي ان شاء الله. لو لقيت تفاعل هنا وعلى تليجرام، انا عايز اوصل 5000 مش عدد كبير على تليجرام يا جدعان، الناس معدينا بكتير. تفاعل كويس، ولكن ال ال الناس ما بتشيرش لاصحابها ليه؟ ما اعرفش ليه يعني. شيروا يا جدعان، انتوا مكسوفين ولا ايه؟ 5000 على التليجرام. الفيديو التاني هينزل، لو وصلنا لهم دلوقتي هنزل لك الفيديو التاني دلوقتي. الفيديو اللي جاي ان شاء الله هقول لك ازاي ان انت تصور المنتجات. استناني واشوفك في فيديو تاني. سلام.